السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة جه توصية على رامبل التابعة لمنصة ساندر لتداول الأوراق المالية. أول سهم معانا هو سهم القلعة، رمز السهم CCAB. تاني سهم معانا هو IFG القبضة، رمز السهم HRHO. طبعا هقول لكم السهمين وانتوا ليكوا حرية الاختيار، وبعد كده هقول لكم انا برجح انهي سهم. اول سهم معانا هو سهم القلعة، في حدود الشرائية 3 جنيه و30 قرش الى 3 جنيه و60 قرش. السعر المستهدف 4 جنيه و9 قروش، العائد و90 قرش. العائد المستهدف 45%. وقف الخسائر 2 جنيه و90 قرش. نسبة وقف الخسائر 14%. طبعا 14% نسبة كبيرة جدا في المخاطرة، بالذات في الوقت السوق الحالي، ان في تذبذب في المؤشر كبيرة. تاني سهم معانا هو سهم IFG القبضة، في حدود الشراء 20 ونص إلى 21 وربع. السعر المستهدف 25 جنيه. العائد المستهدف 22%. وقف الخسائر 18 جنيه 95 قرش، قول 19 جنيه. نسبة وقف خسائر 8%، نسبة معقولة 8% مقارنة بالعائد المستهدف وهو 25 جنيه بنسبة 22%. طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي سهم IFG القبضة، ان هو بيتداول بسعر اغلاق جلسة اليوم بتاريخ 5/3/2024 بسعر 20 جنيه و70 قرش. هندخل على توصية رامبل وهنشوف السهم بيقول ايه قصادنا. طبعا هو جايب لنا اول سهم هو سهم القلعة، سعر التداول الأخير 3 جنيه 41 قرش. عمل أداء بالسالب، يعني 20%، 20/10%. طبعا يعني أنا مرجحش القلعة ده، لأن هو يعني سهم فيه تذبذب عالي وفيه مخاطرة، ويعني مفيش داعي اللي احنا نخاطر في الوقت الحالي. تاني سهم معانا هنخش ونشوفه، اللي هو IFG القبضة التابع لهرمس. هو هنا عمل إغلاق عند سعر 20 جنيه و70 قرش. السعر المستهدف 25 جنيه. وقف الخسائر 19 جنيه. طبعا هنا هو عمل إغلاق عند سعر 20 جنيه و70 قرش، يعني انت هتلحقه من أوله في النطاق السعري اللي هم قايلين عليه. طبعا نسبة أداؤه 22%، زي ما احنا شفنا في الإيميل الأولاني، نسبة مرضية جدا، والمخاطرة فيه قليلة بنسبة 8%. أنا شايف إن السهم دوت سهم فيه صعود عالي، خاصة اللي أنا النهاردة راقبته وشفت فيه إقبال على الشراء بشكل كبير، خاصة إنه هو كان فاتح بجلسة اليوم عند سعر 20 جنيه، يعني هو زاد 70 قرش في جلسة اليوم فقط. فطبعا ان شاء الله من المستهدف ان السهم ده يعمل ارقام كبيرة، وان شاء الله انتظروا التحليل على التشارت الخاصة بالسهم هيرمس. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.